عارفه اني وحشتكم من غير اي حاجه، انا عارفه والله العظيم، وانتوا كمان وحشتوني. الفتره اللي فاتت كنت مسحوله قوي قوي قوي، كنت بحضر لحاجات كتير قوي وفي مفاجآت كتير قوي. لو حد متابعني يعني على الانستجرام هيعرف انا في الوقت الحالي انا متواجده فين وبعمل ايه. بس anyways هحكي لكم كده you are my besties. قبل ما نبدا اي حاجه يا جماعه، انا فكيت التقويم فاينلي. في فيديو مفصل موجود على فكره على فيسبوك عادي، وموجود على انستجرام وتيك توك، ابقوا روحوا شوفوه يعني. وممكن ابقى اقول لكم تفاصيل التقويم ده لو حد عايز فيديو. على فكره ممكن والله لازم تصدقوا، ممكن اعمل التفاصيل بتاعه التقييم ده، وممكن اقول كل حاجه بالظبط. anyways صباح الخير الاول، لان انا لسه صاحيه، قررت ان انا اعمل كل حاجه معاكم، السكين كير والميك اب والقهوه وكل حاجه. تمام نخش بقى ايه في الموضوع على طول، واحنا بنرغي علشان مش بعرف اعمل حاجه من غير ما أرغي. اوكي طيب بسم الله. نندي البشره ميه حراريه بتاعه افان، بنندي بيها البشره بس علشان ايه؟ مش بحب احط او ما ينفعش اصلا ان احنا نحط مرطبات والحاجات دي على بشره ناشفه. anyways تعالوا اقول لكم بقى على حاجه من الحاجات اللي فرقت معايا قوي 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 الفتره اللي فاتت، وهي الكتابه، واللي انتوا بتسالوني عنها دايما، اللي هو الديبريفنج، الجورنالينج، سموه زي ما تسموه، ممكن نسميها دايري برضو يعني. بصوا يا جماعه، هي عباره عن نوته، ورقه، نوتس في الموبايل، اي حاجه، وقلم او ايدك، اي حاجه، بس المهم ان احنا دي حاجه ايه، بنستفرغ فيها مشاعرنا. حقيقي الموضوع ده جميل جدا، يعني بيوريني كم الانتصارات والمطبات والصراعات اللي في الحياه بتاعتي والمشاعر اللي جوايا، وفي نفس الوقت بيساعدني ان انا افضي قوي 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 يعني. خلينا نتفق ان دوام الحال من المحال، او زي ما بيقولوا كده this too shall pass. فكده كده حالك سواء كان كويس او وحش مصيره هيتشقلب. ميزه حوار الكتابه او الشخبطه ده بالذات وانت مرتاح او مبسوط، هي ان انت بتبقى بتمر بفتره سخيفه او داون، وده طبعا بيحصل كتير في حياتنا، فاحنا بنقدر نرجع للشخبطه اللي احنا كتبناها. على الاقل بنبقى عارفين مشاعرنا ايه، بنبقى عارفين احنا اتضايقنا امتى، طب ايه اللي احنا عملناه، لان مش كل الاوقات بنبقى فاكرين او بنبقى ان كنترول بمشاعرنا ان احنا نعرف نعمل نفس الرياكشن الصح اللي احنا عملناه قبل كده. فبنرجع بنشوف احنا فعلا ممكن نكون عملنا ايه. يعني مثلا وانا مبسوطه ومرتاحه كنت بعمل ايه، ما بعملش ايه، كنت بنام كام ساعه، كنت باكل ازاي، علشان في الفتره اللي انا فيها داون اعرف ان انا اوقف نفسي تاني. هي حاجه بسيطه قوي يا جماعه، بس فعلا بتفرق، لان بتبقى حاسس ان انت اللي هو انا بفكر نفسي، وده انجاز على فكره. وكمان اهم حاجه بقعد اسال نفسي، طب انا بقضي وقت كتير مع مين، انا بقضي وقت بعمل ايه فيه، باكل ازاي، بشرب ازاي، ودي حاجه من الحاجات اللي بتفرق. زي ما قلت اسئله زي دي بتساعدني جدا جدا افهم مالي، فبقدر الم نفسي بسرعه يعني من الاخر. يعني انا مثلا من ساعه ما بدات الحوار ده ولقيت ان في كذا حاجه كومن يعني بعملها الحمد لله وانا مبسوطه. تعالوا بقى نتكلم فيها شويه. وانا بحط ايه؟ السان سكرين ده يا جماعه حلو قوي، ده حلو قوي قوي قوي، وكانوا الشركه دي عامله عليه عرض الاثنين ب 250 بس، مش عارفه دلوقتي العرض راح ولا لا، بس بجد من احلى السان سكرينز اللي حطيتها في حياتي. ايه اللي انا بعمله بقى بالخطوات علشان ايه الموضوع ده يفرق في صحتي النفسيه؟ زي ما انتم شايفين وشي ابتدى ينور. اول حاجه بعملها لما بصحى هي سيلف تشيك، بتشيك مع نفسي قبل ما انا اتشيك مع العالم. بشوف انتوا بتعملوا ايه، بس في الاول بشوف نفسي. باخد لي كده زي 10 دقايق ربع ساعه كده قبل ما امسك لي الموبايل خالص، بقعد مع نفسي شويه، بقعد مع نفسي اقرا، بقعد مع نفسي اتامل. مش بقرا وبكتب على طول، بس ساعات بحاول ان انا اكتب شويه واتامل اكتر. ما بعملش اي حاجه يعني، هي مش فارقه بنعمل ايه بالظبط، المهم ان انا ما اعملش اي حاجه مع العالم، او ان انا ما اكونش مهتمه بالعالم قوي اكتر ما انا ما اكون مهتمه بنفسي. تاني حاجه بقى كنت بعملها هو ان انا بحاول على قد ما اقدر اختار الناس اللي انا هقعد معاها كتير علشان احاول اضحك. انا لازم اخرج اللي جوايا، لازم ابقى قاعده مع ناس انا مرتاحه معاهم، ودي حاجه بتفرق معايا، ودي حاجه انا برضو بكتبها في الدايري بتاعتي. ولازم اتشك كويس جدا انا قاعده مع مين، والناس اللي حواليا هم مين، لان فعلا الانفايرمنت والناس يا جماعه بيأثروا علينا بطريقه مش طبيعيه. ثالث حاجه بقى بحب اعملها، وهي ان انا بعمل حاجه، ودي عاده عندي اصلا يعني، ان انا بعمل حاجه اسمها بوكينج ذا داي. يعني ببوك ذا داي، هقول لكم يعني ايه. يعني ان انا بجيب ورقه وقلم، برضو نفس الورقه والقلم، والله مش نفسهم قوي يعني، بس في نفس النوت على الاقل يعني. نسيت اقول لكم ان ده براو جل من بنفيت، بعشقه بجد. وبعمل ايه بقى؟ بعمل لسته بكل الحاجه اللي انا عايزه اعملها في اليوم، والليسته دي ما بتبقاش تاسكات كبيره، يعني اللي هو انا مش عايزه انزل اخلص مشاوير كلها، ولا عايزه، لا عادي، ممكن الليسته تبقى مكونه من انا النهارده عايزه اعمل فطار، عايزه اخد شاور، عايزه اصبح على اهلي، عايزه اعمل 15 دقيقه يوجا مثلا، عايزه اكتب اي حاجه. فالليسته دي بتبقاش تاسكاتها كبيره وثقيله، وبتبقى كتيره، فبحس ان اليوم مليان. وبعدين كل ما املى الليسته اكتر
ماشي، ده من وجهة نظري المتواضعة. ماشي، كل ما اعمل تشيك اكتر، والبني ادم لما بيعمل تشيك على حاجة بيحس ان هو انجز، بتفرق معايا جدا الصراحه، وجربوها وهتفرق معاكم. انا عارفه عمري ما قلت لكم حاجه غلط، عمري ما جربتوا حاجه وجيتوا قلتوا لي على فكره كنت غلطانه. انا ما كنتش غلطان. رابع حاجه بقى، ودي يعني على الماشي كده، ولقيت اني في اغلب الاوقات يعني مش كلها، ان انا لما ببقى كويسه الصراحه باكل كويس وبتمرن. عشان كده ما بحبش ان انا ما بقاش كويسه، لان انا ما باكلش كويس ومش بتمرن. لو حد يعني ما يعرفش يا جماعه، انا عندي حاجه اسمها ايموشنال ايتنج، ودي وش هتكلم عنها في فيديو، وابتديت اتعالج منها الحمد لله. بس الموضوع بياخد وقت وصبر، بس هتكلم عنها في فيديو تاني، لان الايموشنال ايتنج هو الاكل العاطفي، وده نوع من انواع اضطرابات الاكل، وبجد بهدلني في حياتي. هتكلم عنه طبعا عشان بموت فيه. نخش على الكونتور ستيك. دي كونتور ستيك من ميك اب فور ايفر، بس هي غامقه قوي عليا يعني، فانا بعمل يعني هي المفروض فاونديشن ستيك، بس انا باخدها كونتور ستيك. المهم نرجع بقى لمرجوعنا. بصوا يا اصحابي، الكتابه دي يا جماعه من اقوى الفورمز بتاعه التفكير. نرجع لمرجوعنا، قلنا ان الكتابه دي من اقوى الفورمز بتاعه التفكير، واحلى حاجه فيها انك بتكتب لنفسك مش للناس. انا عارفه ان في ناس كتير بعتوا لي وقالوا لي ان في ناس شافوا الدايريز بتاعتهم او كده، وطبعا يعني انا اتضايقت قوي لما ناس كتير بعتوا لي قالوا لي كده، لان المفروض ان دي حاجه برايفت، مش كلنا بنحب نشارك الحاجات البرايفت بتاعتنا مع الناس. فانا اي اندرستاند طبعا جدا ان انتوا في حد حصل له الموضوع ده، وانا اسفه بجد والله العظيم ان حد حصل له الموضوع ده، بس حاولوا تخبوه، يعني حاولوا تخبوا الاوراق دي، حاولوا تخبوا النوتس دي، اعملوا لها باسورد، حطوها في فلوب، روحوا حطوها في البنك، اتصرفوا، بس حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ما تعملوش كده. تمام؟ طيب، وبعدين حوار الجورنالينج ده اصلا في انواع كتير قوي، يعني مش لازم تكتب، يعني في ناس كتير قوي تبقى فاهمه ان الجورنالينج ده انا هكتب فيه يومياتي. مش شرط، اللي عايز يكتب فيه يومياته اوكي، اللي مش عايز يكتب فيها يومياته. انا ساعات على فكره بكتب مرتين 3 في اليوم لما ببقى مثلا مشاعري مخنوقه ولا اي حاجه. تمام؟ بس في ناس ممكن تعمل فود جورنالينج، علشان انا كنت بعمل فود جورنالينج علشان اضطرابات الاكل اللي عندي. تمام؟ ممكن نعمل جولز جورنالينج، ودي حاجه ريليتد بالفيجن بورد، ودي برضو هعمل عليها فيديو تاني. تمام؟ في ناس بتعمل هابتس جورنالينج، اللي هي جورنالينج للعادات اللي عندها وعايزه تغير، وايه العادات اللي هي عايزه تغيرها. في ناس بتعمل ورك اوت جورنالينج. فيعني الجورنالينج مش اللي هو انا عايزه اكتب مشاعري ولا لا. لو عايزين يعني فيديو بالتفصيل، التفصيل الممل، ممكن نعمل ايه؟ قولوا لي في الكومنتس وانا هعملها لكم. بس سيبكوا بقى من الدوشه دي، ماشي؟ انا مش مهتمه بالموضوع ده على قد ما انا مهتمه ان احنا نغير فكرتنا عن الموضوع نفسه. انا عارفه ان في ناس كتير قوي هتيجي تقول لي انت يعني جورنالينج ومش عارف ايه وبتاع، وهنقعد نقول بقى ايه الحوارات الفكسانه دي وبتاع. في طبعا ولاد هيقعدوا يقولوا الحوارات الفكسانه بتاعت البنات، بس صدقوني يعني الموضوع اقوى من كده بكثير. خش على البلاشر ده، اكتر بلاشر انا بحبه في الحياه، من مايت سينما يا جماعه. كنت جايباه مش فاكره بكام بجد، ب 35 جنيه ولا حاجه، ولا لا تصدقوا كان اغلى سيكا، مش فاكره سعره، بس ده تحفه، ونقطه منه تكفي بلاد، بجد نقطه منه تكفي بلاد. نرجع لمرجوعنا. ابوس ايديكم اشتروا مني في موضوع الجورنالينج ده. انا مش عايزه منكم اكتر من 10 دقائق في اليوم، او 5 دقائق كمان في اليوم. والله 5 دقائق از انف، يعني ده احنا بنمسك الموبايل 5000 ساعه، ما جاتش على ال5 دقائق بتاعت صحتنا النفسيه. واصلا الموبايل هو اكبر مموت نفسي لصحتنا النفسيه. فيعني معلش تعالى على نفسك شويه يا سيش. بس انك تقعد مع نفسك لمده 5 دقائق دي من غير لا موبايل ولا لابتوب ولا اي حاجه، ده حوار جامد جدا. يعني بالك بقى تخيل نفسك كده قاعد على البحر من غير موبايل ولا انترنت ولا اي حاجه. لا الموضوع بجد بيفرق قوي 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 قوي، يعني فوق ما اي حد يتخيل. في الوقت ده تمسك كده ورقه وقلم مع نفسك، تقعد تكتب مع نفسك كل حاجه. ده برانزر من ايد كوزماتكس، ريحته تحفه، بثبت بيه بس ايه كل اللي احنا عملناه. انا اصلا ساعات كتير قوي ببقى مقريفه كده ومتضايقه ومش عارفه مالي بجد والله. مجرد ما بمسك القلم والورقه واكتب الدوشه اللي جوايا الموضوع بيفرق. يا لهوي يا لهوي. عارف لما تحس ان انت فعلا ماسك ازازه ميه تقيله لمده اليوم كله، لو سبتها 5 دقايق على الاقل، وحتى لو رجعت تمسكها تاني بتفرق. ال5 دقايق دي بتفرق. فصدقوني حتى لو ما وصلتش للسبب اللي مقريفك مفيش مشكله، بس تخيل لو وصلت للسبب اللي مقريفك. انا اصلا وانا بكتب الدوشه فعلا بريلايز قد ايه اللي مضايقني وبيتحل. والله ايه البلاشر التحفه ده. هي عباره عن بلاشر وبرونزر وهايلايتر، حلو قوي يعني انيويز، وبيجمنتد قوي، بس فيها سنه جليتر. كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني ان انا حتى لو ما وصلتش للسبب ببقى على الاقل ارتحت شويه من اللي جوايا، كانك قاعد بتفضفض لواحد صاحبك بالظبط، بس انت بس صاحبك ما يعرفش ولا في اي حد شاف ولا من داري. حطيته كانه اي شادو بجد، ده جامده. طيب يا سيدي، فلنفترض ان انت ايرون مان ومفيش اي حاجه بتضايقك،
لو انت ما كنتش بتكتب اهدافك بشكل عام عامه وشايف انت هتمشي في الطريق ده ازاي وهتعمل ايه بالظبط، مستحيل تعرف تتراك البروجرس بتاعتك. فخلينا متفقين انك كده كده هتمسك الورقه والقلم وهتكتب. احلى مسكره شافتها عينيا دي من ايفون يا جماعه. مش عارف اصلا ان ايفون بيعملوا ميك اب، انا كنت فاكراه كريم. بس انيويز هوريكم دلوقتي بتعمل ايه. دي عيوني، هحاول ابقى اعمل لكم زوم في الايديت. نرجع لموضوعنا وموضوع كتابه الاهداف والبروجرس بتاعتك. تخيل ان انت عايز تمشي في طريق وانت مغمض عينك، هتعرف ازاي انت ماشي صح؟ تقول لي الجات فيلينجز شغاله، الجات فيلينجز شغاله، ما عنديش مشكله، بس يعني معلش لازم نتراك احنا عملنا ايه علشان نفسيتنا. بالظبط كانك بتروح عند دكتور التخسيس وهو عنده الفايل بتاعك واوراقك والبروجرس، لان ساعات بننسى ايه اللي بيحصل، ساعات بنلوز تراك اوف تايم، ساعات بنلوز تراك اوف اي حاجه. فين يا جماعه؟ شايفين الحلاوه يا جماعه؟ ثواني، شايفين يا جماعه؟ حلوة قوي 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 قوي، يعني للديلي، حتى للديلي نودول، يعني للديلي يوز. المهم شايفين الفرق ما بين عيني دي وعيني دي؟ حلو قوي. اسفه يا جماعه لو انا بدخل في حوارات كتير والله في نفس الوقت، بس انا بحس ان انا قاعده برغي مع اصحابي، يعني اللي هو احنا بنرغي في موضوع بس في نفس الوقت بفتح مواضيع ثانيه. اسفه جدا والله، دي عاده سيئه فيا، بس بجد انا ببقى مرتاحه بالاسلوب ده لان انا بحس ان انا قاعده فعلا برغي مع اصحابي ومش قاعده بدي معلومات، لان انا محتوايا مش عايزاه يبقى اديوكيتيف على قد ما انا اصحاب. يا جماعه احنا اصحاب، احنا قاعدين في كافيه وده هدف البرنامج، نتيجي نشرب حاجه. ممكن اقول لكم حاجه يا جماعه؟ نهى نبيل بعتت لي الميك اب كولكشن كله بتاعها، بجد انا مش مصدقه، انا بعشقها. لو ما حدش يعرف يا جماعه مين نهى نبيل، دي بلوجر كويتيه ماشي، عامله ميك اب براند تحفه. انا عملت عامه انبوكسنج على التيك توك، لو عايزين تروحوا تشوفوه، ولو عايزين نعمل واحد تاني بميك اب لوك اوكي ما عنديش مشكله، بس انا حاسه ان انا عايزه احط روج دلوقتي. يا جماعه القمر بجد، والباكجينج مش طبيعي، يعني ده ماجنت تحفه. هنحط ده اسمه روج فاذر شيد لايك ا باث، شايفين؟ حلو قوي. خلاص يا جماعه انا خلصت الميك اب لوك وهرغي من غير ما افتح اي مواضيع ثانيه. اخر حاجه بقى عايزه اقولها وهي كوت انا بحبها قوي، بتقول if it's not written it doesn't exist. يعني لو هي مش مكتوبه يبقى هي مش موجوده. كل يوم افكار كتيره بتيجي في بالنا وفي بال ناس تانية، في الشغل، في المواصلات، او حتى في الدش، يعني في الحمام. افكار بقى مشاريع كبيره او ستارت اب صغيره، او حتى يعني في الامتحان هعمل ايه، او حتى لو افكار ريليتد بحل مشاكل عندنا. بس كم واحد مننا من اللي بيفكر فعلا بيقوم وياخد اكشن تجاه الحاجه دي وبيأكت ابون الفكره دي؟ كم حد على الاقل بيكتبها؟ لان اي حاجه عايزين نعملها في حياتنا لازم على الاقل تبقى مترتبه، والترتيب ده مش هيجي غير بالكتابه. طب سيبكم من كل ده، كل واحد بيبقى فاكر ان هو عارف نفسه بجد، بس صدقوني انتوا محتاجين تتعرفوا عليها بجد. واستكشاف النفس عامه من وجهه نظري المتواضعه تاني بيجي بجد بالكتابه، بانك بتطلع كل المشاعر اللي جواك، بتكتب الحاجات اللي بتسعدك، الحاجات اللي نفسك فيها، الحاجات اللي احنا عايزين نجربها بس خايفين، الناس اللي بنحبهم وبنحبهم ليه، والناس اللي ما بقيناش نحبهم وما بقيناش نحبهم ليه. لو ده بس وقت صغير هتاخده فاعتقد ان هو worth it. اللي انا عايزه اقوله يعني ان على قد ما انت بتمسك ورقه وقلم وبنكتب بس حاجات بسيطه في اليوم وهم 5 دقايق، بس اثرها بيبقى بجد كبير قوي. انا مهتمه جدا اسمع رايكم في الموضوع ده، بالذات لو انتوا جربتوه فعلا، وتقولوا لي الحوار ده فرق معاكم على الاقل كام في المية في حياتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.